الشغور تحديدا؟ أستاذ حكيم، لكل حادث حديث. ما حدث والبارحة في سوريا هز مشاعر السوريين عندما شاهدوا مئات الإخوة الفلسطينيين والسوريين يتجاوزون الحدود في الجولان ويتحدون بأجسادهم العارية الأسلاك الشائكة التي وضعها العدو. سنعود إليه سيد عزام، أرجوك أنا ما أريد أن أقول لك جسر الشغور ما الذي حدث بالضبط. ما أريد أن أقول، سأعود إلى جسر الشغور. أنا سألتك سيد عزام، أرجوك أنا سألتك على جسر الشغور، أرجو أن تتقيد بالسؤال. اليوم الأول الذي أتيت به لهنا قلت لك أن الشعب السوري يريد تغيير قناة فرنسا 24 لأنها قناة منحازة مثل قناة الجزيرة وقناة العربية. لماذا أنتم الإعلاميين العرب لا تتفاعلوا بكل عواطفكم مع الشعب السوري والفلسطيني الذي يذهب إلى الموت في يوم النكسة ليقول للعالم أن الشعب العربي ينهض من كبوته، يذهب إلى الأرض المحتلة. أنا أجبتك على هذا السؤال. لماذا يا أخي هذا التعدي؟ أنا سألتك على سؤال، أعطيتك الفرصة لتجيب على هذا السؤال، وسؤالي واضح. ما الذي حدث في جسر الشغور؟ أنت الآن تكلمت عن جسر الشغور في النشرة الإخبارية، تكلمت عن العصابات المسلحة الإرهابية التي قتلت عناصر الأمن في جسر الشغور، وأريتنا في الشريط الذي أظهرته أطفال يموتون بحجة أن الجيش يقتلهم. حتى تكتمل الصورة طرحت عليك هذا السؤال. لماذا لم ترينا عصابات حتى القتل؟ تكتمل الصورة، إذا كانت لديك هناك معلومات واضحة وتريد أن تعبر على رأيك، أنا أعطيتك الفرصة حتى تعبر عن رأيك والمجال مفتوح إليك. ما الذي حدث في جسر الشغور؟ وسؤالي واضح سيد عزام. الذي حدث في جسر الشغور هو ما يحدث منذ بداية الأحداث في سوريا. هذه العصابات المسلحة التي تطلقون عليها كلمة ثورة أو ديمقراطية أو الربيع العربي، هي العصابات المسلحة التي تقتل وتسرق الأطفال. يا أخي هل سمعتم من هؤلاء المسلحون؟ من هؤلاء؟ أنت تتحدث عن عصابات مسلحة، من هؤلاء؟ عصابات مسلحة تدخل من الحدود السورية، من الحدود التركية، من الحدود اللبنانية، تدخل من الحدود الأردنية وتغذيها دول الخليج، تغذيها قناة الجزيرة، تغذيها قناة العربية، تغذيها قناة فرنسا 24. من التغطية الإعلامية أنت هنا سيد عزام، أنت تنادي بحرية التعبير والرأي الآخر. أعطيتك المجال حتى تعبر عن رأيك وأنت تقذف وتشتم وتسب. لا أرجوك، أنا أقول لك أنها عصابات المسلحة أنتم لا تتكلمون عنها، تتكلمون فقط. أعطيتك المجال لتتحدث، تقيد بالسؤال وأجبني سيد عزام أرجوك. الاجتماع الأخير الذي عقد في أنطاليا هو الذي أنت تخرج هو الذي يغذي هذه العصابات المسلحة التي تقتل رجال الأمن والتي تسرق الأطفال. ناشطون حقوقيون تحدثوا اليوم عما حدث في جسر الشغور، قالوا إنه حصل إثر عملية تمرد، وإن ما حدث في هذه ما حدث بالضبط هو عملية إعدام في المقر العام للأمن العسكري لعناصر من الشرطة رفضوا إطلاق النار على متظاهرين. ما ردك على ذلك؟ عندما تأخذون أقوال الناشطون الحقوقيون، لماذا لا تتصلوا بالمسؤولين السوريون ووزير الإعلام مثلا؟ عفوا خليني ليتكلم لك عن حزمة القوانين التي أصدرتها القيادة السورية لقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية وقانون قانون التعاطي مع المعارضة. هل لديك رد في هذا السياق سيد عزام؟ نعم. هل لديك رد في هذا السياق تحديدا؟ البعض يتحدث عن عملية تمرد، عن عملية إعدام. هل لديك رد أم لا؟ لدي رد. ردي هو عندما تنظرون إلى الوضع في سوريا، لماذا تنظرون فقط من زاوية واحدة هو الإهانة من الوضع السوري؟ لماذا لا تنظرون؟ لا ننظر إلى الإهانة لأن وهذا كلام خاطئ. أننا فتحنا لك المجال سيد عزام برغم دفاعك على النظام السوري، فتحنا لك المجال أكثر. لا تدافع عن النظام السوري، فتحنا لك المجال أكثر من مرة حتى تتحدث وحتى تعبر عن رأيك. الشعب السوري أنا سألتك سؤال واضح أرجوك. الشعب السوري الصامد اليوم. سألتك سؤال واضح، هل لك أن تجيب على السؤال نعم أم لا؟ الجواب هو أن الشعب السوري يقاوم هذه العصابات المسلحة التي فقط أنتم تتكلمون عنها ولا تتكلمون عن مميزات. حتى لمشاهدينا الكرام لأن استهلكنا الوقت أظن في حديث فارغ سيد عزام. كنت أود أن تذهب مباشرة إلى لب الموضوع وأن تجاوبني على أسئلة، وللأسف الوقت انتهى. إلى مؤامرة. الوقت انتهى. سوريا تتعرض إلى مؤامرة ضمن الحرب الكونية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل على البلاد العربية كلها، وسوريا هي الجزء
الجزء الأصعب منها لأنهم يريدون أن تسقط سوريا، وسوريا لن تعطيني تسقط معلومات إن شاء الله. ملموسة أكثر وأن تتقيد بسؤال وأن تجيب عليه. أشكرك على كل جزيل الشكر. في الاستوديو الرحالة والكاتب العربي السوري عدنان عزام. شكرا لك. في سياق آخر، نقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء مقتل 14 شخصا وجرح أكثر من 40 بعد تشييع قتل الأحد في الجولان إلى مجمع الخالصات التابع لمقر الجبهة الشعبية القيادة العامة بمخيم اليرموك. سقط القتلى بنيران أعضاء القيادة العامة كما قالت مصادر موثوقة للوكالة. إلى اليمن الآن، حيث أعلن نائب الرئيس اليمني أن علي عبد الله صالح سيعود إلى صنعاء في غضون أيام.